السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعليقي على مباراة الأهلي والمصري، الأداء السيء بيزداد. نجيب سباك طب عشان التنقيط اللي احنا بنعمله ده ولا ايه؟ ايه موضوع تسريب النقاط اللي احنا شغالين فيه ده؟ احنا بنوزع نقط؟ انتوا في ايه؟ كوتش يسترب، نفسي افهم. انت ما زلت مقتنع؟ مين اللي اقنعك باحمد نبيل كوكا؟ مين اللي اقنعك بطاهر محمد طاهر ان دول يلعبوا في تشكيلة اساسية؟ لا، وبتنزل لنا في نهاية الشوط كالعادة محمد مجدي قفشه. هي الناس دي بتعمل ايه معاك في التمرين؟ انت مقتنع بيها؟ انت مقتنع بيها ليه؟ بأمارة ايه انت مقتنع بيها؟ ليه؟ ليه تبلينا بيهم؟ احمد نبيل كوكا، يا اخي كفاية كده في النادي الاهلي. انت ما فيش اي تطور من ناحيتك بيحصل. هو انت ما بتشوفش؟ انت ما بتسمعش الناس بتقول عليك ايه يعني؟ فتخلي عندك من لون التيشيرت اللي انت لابسه كده وتحاول تراجع نفسك كده وتشوف ادائك. انت ما بتتفرجش على نفسك؟ ما بتتفرجش على الماتشات اللي بتلعبها؟ بتشوفش انت بتعمل ايه؟ ده اداء لعيب بيلعب في النادي الاهلي؟ لماذا تلعب الكرة يا كوكا؟ انت ليه بتلعب كرة؟ يعني نفسي حد يجاوبني على السؤال ده. لو حد عنده اجابة لماذا يلعب احمد نبيل كوكا كرة القدم، اللي عنده اجابة على السؤال ده يا جماعة يرد عليا. طاهر محمد طاهر، ايه يا معلم؟ لازم حد يفتح لك دماغك عشان تلعب؟ هو انت ما بتلعبش غير ودماغك مفتوحه؟ انا عمري يعني من يوم انت ما جيت النادي الاهلي البرايم بتاعك وانت دماغك مفتوحه. طب يا عم عادي، ما نشوف اي حد يفتح لك دماغك عشان تعرف تلعب. ما عشان ما ترضيش فينا يا كابتن طاهر. انت بتعمل ايه؟ قول لي ايه دورك يا كابتن استروب؟ ايه دورهم دول في الملعب؟ بيعملوا ايه؟ طيب بيعملوا ايه يا اخي؟ والله العظيم ثلاثة، انتوا لو طلعتوا واحد من فريق الشباب، شباب ايه بقى ولا شباب إيه؟ الناس دي في ناس 17 و18 سنة بيلعبوا فرق آه، درجة أولى في أوروبا. انتوا في ايه يا جماعة؟ هو مش فاهم والله. هو انتوا اللي بتلعبوه ده كورة؟ انتوا يعني انتوا شايفين ان ده كورة؟ كابتن كريزيديه، انت بتعمل ايه؟ يا ريتك ما رجعت، يا ريتك ما رجعت بجد. احنا يعني وتريزيجيه راجع بقى ومش عارف ايه وبتاع. ايه اللي رجعك يا باشا؟ كنت تكمل في موضوع الاحتراف بتاعك ده، جميل وبيكسب وفلوسه حلو. ايه اللي رجعك؟ ايه اللي رجعك؟ انت قدمت ايه للنادي من يوم ما رجعت؟ من اول ماتش كاس العالم بتاع انتر ميامي بتاع ضربة الجزاء، عملت ايه؟ عملت ايه للنادي من يوم ما رجعت؟ انت كان تاريخك ايه اصلا في النادي؟ يعني هو انت عملت تاريخ في النادي؟ انت لسه كنت عيل صغير وعايز احترف وبتاع وزمجرته. الله يمسيه بالخير كابتن حسام البدري، كان يبص لك البصه اقسم بالله كنت تبقى زي الساعه. وكابتن تريزيجيه النهارده بيلعب له بوش رجله. انت مفكر نفسك ابو تريكه يا حبيبي؟ انت عشان اتمرنت لك تمرينتين مع ابو تريكه وانت لسه طالع من فريق الشباب ولا من الناشئين، خلاص انت هتعمل لي بقى وش رجلك؟ يا ابني انت في ايه يا ابني؟ هو انت عارف تلعب الكره العاديه لما هتعمل لي بقى الوش رجل الخارجي وعايز تلف الكوره وعايز تعمل؟ يا ابني العب السهل يا ابني. يا ابني ركزوا، ابوس ايديكوا ركزوا يا جماعه. انتوا مش حاسين بالجمهور ليه؟ يعني اللي لعبوا من وجهة نظر اللي لعبوا في الماتش النهارده ديانج نوعا ما، مروان عطية نوعا ما، بس هات لحد تاني لعب ب2 جنيه كورة على بعضيهم. طيب كابتن محمد هاني، هنعيش بقى على الكام، على الاسيستين 3 4 اللي انت عملتهم لنا في اول السيزون بقى؟ خلاص يعني نحمد ربنا كده ونبوس ايدينا وش وظهر كده وشكرا؟ ترجع ريما لعادتها القديمة؟ قلنا ها، اهو بيعمل اسيست، اهو بيعمل حاجة، اهو شاط كرة وجت في الواد ودخل الجون وبتاع، ماشي حالك اهي ماشية. قلنا المكنة هتبدأ تطلع قماش وتدور معاك، بس مفيش فايدة. فايه يا كابتن كوكا؟ يا كابتن هاني؟
يا كابتن طاهر، يا مستر يستروب، الفريق ده حاسس بالجمهور؟ انتوا حاسين بالجمهور؟ كابتن الفرقة بعد نهاية الماتش الكارثي الهزلي ده بيندى على اللعيبة عشان تروح تحيي الجمهور. أقل واجب، أقل واجب الناس اللي قطعت تذاكر وجت وفضت نفسها عشان خاطركم وتيجي تشجعكم وتحمسكم، انتوا عندكم لا مبالاة. يا أخي أقل واجب إنك تروح وتحييهم، تقول لهم شكرا. مش عارف انتوا بتتنططوا على ايه؟ انتوا شايفين نفسكم على ايه يا ابني؟ الجمهور ده اللي عملك، الجمهور ده اللي هيطلعك، والجمهور ده اللي ينزلك. النادي الاهلي جمهوره هي رقم واحد، مفيش لاعب بيبقى الرقم واحد، هو النادي الاهلي وبعدين جمهوره. انت ياما هيجي زيك وجيه زيك واحسن منك ومسيرتهم اللي فضلت، انت عملت ايه؟ انت قدمت ايه للنادي؟ انت بتستفاد من النادي؟ انت بتاخد ما شاء الله عايش احسن عيشة، احسن عربيات بتركبوها، خروجات وفسح وتسافروا هنا وهنا والدنيا تمام التمام. ما بالك بقى الناس اللي بتيجي التذكرة دي بالنسبة لها برضو فلوس، وهو بيدفع كام علشان يجي يقضي اليوم ده كله معاك عشان خاطر ساعتين، عشان خاطر يقعد 90 دقيقة يشجع فيك، في الآخر انت ما تروحش تشكره؟ ماشي. سيرس روب، انت في لعيبة انت مقتنع بيها؟ انا مش فاهم والله على ايه يعني. زي ما قلنا كوكا، طاهر، بتنزل لنا قفشة. يعني الراجل ده قفشة عمل كرة الماتش اللي فات اقسم بالله ما يشمها تاني. ما فهمش الدبل كيك اللي عملها ده كان عايز يعمل ايه. ضرب شقلباص كده ونزل على ظهره في ماتش بتروجيت. طب انت بتنزله تاني؟ يعني هو انت ما شفتوش الماتش اللي فات عامل ايه؟ عدى اداء حلو يعني شويه اللي ينزلوا من الماتش اللي فات، فانت بتكافئه وبتنزله تاني؟ مصيبه بقى، لا تبدا بيه بعد كده اساسي. كابتن قفشه عشان بس انت بتطلع تقول والسوشيال ميديا ودي ناس مزقوقه وناس معموله. بص يا كابتن قفشه، انت او غيرك من اللعيبه، احنا اللي يهمنا نادينا وبس. احنا بنشجعش اسماء لعيبه، احنا بنشجع اللعيب اللي لابس تيشيرت النادي الاهلي وبس، عشان هو لابس تيشيرت النادي الاهلي بس. انت لو مش لابس تيشيرت النادي الاهلي محدش هيعرفك، محدش هيشجعك. مين اللي هيشجعك؟ 5 6 من اصحابك هيروحوا يشجعوك؟ ما تحسوا شويه يا جماعه، ما تحسوا تخلوا عندكم دم كده. لابسين تيشيرت احمر، خلوا عندكم شويه دم احمر. ما تزهقوناش، ما تكرهوناش. انتوا هتعملوا ايه في بطوله السوبر؟ انتوا عندكم ماتش يوم الخميس، هتعملوا ايه؟ هتروحوا تعملوا ايه هناك؟ هتلعبوا على ايه؟ هتنافسوا على السوبر يعني بالاداء اللي انتوا بتعملوه ده؟ عشان مجلس اداره النادي الاهلي لازم نشد على اللعيبه. اللعيبه ديت مفيش حد في مصر بياخد مرتبات زيها، مفيش حد بيتاخر له فلوس، مفيش ومفيش ومفيش ومفيش. انتوا مفيش زيكم. احنا المفروض ان احنا جايبين لعيبه من الاخر. اللي بيحصل ده اداء هزلي، يستلزموا عقوبه، يستلزموا بقى خصم من الرواتب مضاعف، عشان كده يحسوا كده. ما هو انتوا طالما انتوا بقى كل واحد عايز العقد الفلاني الفلاني، خلاص يا باشا ماشي، بل القرش بقى اللي يوجعك. ما تخصم لك مليون اتنين تلاتة كده بسبب الأداء السيء. أنا عارف إن مليون اتنين تلاتة مش هيفرقوا معاك، انتوا بتاخدوا بسم الله ما شاء الله ملايين. فيعني مفيش، انتوا ما بتقدموش ب2 جنيه كورة على بعض. ب2 جنيه كورة ما بتلعبوهاش. أقسم بالله اللي بيلعبوا هواه أحسن منكم، الهواه بيلعبوا أحسن منكم. اتقوا ربنا. الجمهور خلاص، أنا واحد من الجمهور جبت آخر منكم. خلاص أنا مبقتش قادر على حرقة الدم دي. مش متعودين كده على النادي الأهلي. عايزين كورة، عايزين كورة النادي الأهلي. نتمنى يكون في قرار حازم من مجلس الإدارة، من السيد مدير الكرة في النادي، يعني كابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة.
يعني انت شايف الدنيا بعينك، انت اللي موجود في التدريبات وفي المباريات وفي كل حاجة. انت بتنقل ايه لمجلس الإدارة؟ يعني انت معاهم في تمرين، في ماتش، في كل حاجة، في سفريات، في كل حاجة انت موجود معاه. بتنقل بقى ايه لمجلس الإدارة؟ ما تروح يا كابتن وليد كده وتقول اللعيبة ديت بتأدي أداء سيء والجمهور ما يرضهوش وما ينفعش اللي بيحصل في النادي دوت، واللاعيبه دي مستهتره، اللاعيبه ديت ما بتأديش الاداء المطلوب منها، في تخاذل في تخاذل في تخاذل. فبالتالي انا هطبق عليهم لائحه، ولا مفيش لائحه طبق عقوبات. النتائج السلبيه دي ايه؟ ملهاش ما التعادل ايه؟ تعادل ايه؟ من امتى احنا بنقول على التعادل نقطه ايه؟ انتوا هتجيبوا لنا النقطه، انتوا هتجيبوا لنا نقطه.